إن احتفالنا بالسيد البدوي تجديد عهدنا بالفتوة، والفتوة مش بالعضلات، بقمع النفس والشهوات. إن احتفالنا بالسيد البدوي تجديد عهدنا بالأوطان، تجديد عهدنا بحماية البلاد والعباد، تجديد عهدنا بالفروسية، تجديد عهدنا بالشوق، تجديد عهدنا بالانقطاع إلى الله مع عمارة الأرض، تجديد عهدنا بالإقبال على الله، تجديد عهدنا بتصفية النفس من شوائبها ولسانها. قال له: قل لفلان العابد أن زهدك هذا أرحت به نفسك، وأن انقطاعك لنا عز لك بنا، فماذا عملت لفضلنا عليك؟ قال: وماذا أفعل؟ قال: هل وليت في ولي الله؟ هل عاديت من أجلي عدوا؟ حبيت حد عشاني؟ حبيت حد فيا؟ حبينا السيد البدوي. مهمتنا إحياء الكون، مهمتنا عمارة الأرض، مهمتنا نشر المحبة ونشر السلام ونشر الوئام ونشر العلوم بين الناس، نشر الأخلاق بين الناس. دي رسالتنا يا عباد الله. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. رجلا أسدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، فأراد النبي أن يكافئه، فقال له: يا هذا سلم. فقال: شاة أحلبها. صاحبنا في ليلة قدره مع النبي يقول له: أؤمر طلباتك، يقول له: شاة أحلبها وإيه وناقة أركبها. فسيدنا النبي زعل منه خالص. يا راجل بقول لك سلني، بقول لك سلني تقول لي ناقة وشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال له: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ عملت إيه الست دي؟ قال لهم: ست عجوزة ولا راحت مدرسة ولا كتاب ولا حاجة، بس كان عندها فقه المحبة. سيدنا موسى عليه السلام أمر أن ينقل جثمان سيدنا يوسف، وده عشان تعرف إن أجساد الأنبياء ما بتخلصش، ما بتفناش، ما بتبلاش. لما دور جابوا الناس قالوا: ليس هناك شخص عنده خبرة بالحكاية دي إلا عجوز بني إسرائيل. فراحوا لست عجوزة بني إسرائيل، وهي تبقى ستنا إزاي؟ عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين أي حد سيدنا النبي بص له كده يبقى سيدنا. بالسر إن باحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاه المفتاح. والله ما حد قال لهم تعالوا، ولا هم جم بنفسهم، ما يملكش. أنا قلت زمان الحب تعريفه عندنا سهم وداد أزلي، ما من روح سمعت إلا عشقت. الإنسان إذا تنادى من قديم ما يعرفش إلا الحب، ولا يعرف إلا الحب. يا حارقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه، حرق بها جسدي وكل جوارحي، وانظر إلى قلبي لأنك فيه. إن لامني العشاق فرط محبتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه. فقال لها سيدنا موسى: يا ست نعم. قالت له: قال لها: عايزين نعرف قبل. قالت له: يا سلام كده سهل كده، طب ما انت نبي. راح قالت له: بحقها. قال لها: وما حقها؟ قالت: ان اكون معك في الجنه. أن أكون إيه؟ معك في الجنة. أتدرون إلى أي رتبة وصلتم؟ أتدرون على أي عتبة وقفتم؟ أتدرون أي جناب قصدتم؟ أنتم في كهف حمى الطلاب، في قطب الأقطاب، في معية المعية، أنتم على باب النبي. فسيدنا النبي قال لهم: يا أولاد أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ أنت تقف هنا وتقول لي شوية فلوس وشوية عيال. ولذلك قلت في كتاب كنوز الإشارات: عار على السالك أن يكون في ساعة قدرية فيقال له لبيك، فيطلب ما يفنى ويترك ما يبقى. روى أبو نعيم في الحلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه
أن قل لفلان العابد هذا أن زهدك هذا أرحت به نفسك. أنت عابد تمام، زهدت الدنيا خلاص وقاعد في كهف. قال له أيوه شاطر، هتدخل أنا بعملك؟ ده أنت مالكش عندنا بحاجة، ده أنت ريحت نفسك من السؤال. أن زهدك هذا أرحت به نفسك، وأن انقطاعك لنا تعززت به بنا. انقطاعك لنا عز، وزهدك عن العالم ريحت نفسك من السؤال. فماذا عملت لفضلي عليك؟ قال وماذا أفعل يا رب؟